الروسي فلاديمير بوتين أن محاولات التأثير على الوضع في سوريا بالتدخل العسكري المباشر لن تعود بأي نتائج، وهي محكوم عليها بالفشل وستسفر حتما عن عواقب إنسانية ثقيلة الوطأة. وأعرب بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال قمة روسيا والاتحاد الأوروبي في مدينة يكاترينبورغ الروسية عن خيبة أمل روسيا إزاء قرار الاتحاد الأوروبي برفع الحظر عن إرسال الأسلحة إلى المجموعات المسلحة في سوريا. С нашей стороны вновь подчеркнуто, что любые попытки повлиять на ситуацию силой прямым военным... لقد اتفقنا على تنسيق الجهود المشتركة بصورة أكبر من أجل النجاح في عقد مؤتمر جنيف حول سوريا، وكذلك في القضايا الدولية الملحة الأخرى. الاتفاق تم ضمن إطار الأمم المتحدة وبمبادرة من بريطانيا على معاهدة دولية حول عدم إرسال أسلحة إلى تشكيلات غير حكومية. روسيا تنطلق من أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ستنضم إلى هذه المعاهدة، وأن تبدأ منذ اليوم بالتقيد بالقواعد والمبادئ التي اقترحها البريطانيون. تم ضمن إطار الاتحاد الأوروبي أيضا اتخاذ وثيقة تحظر إرسال أسلحة إلى مناطق النزاع في العالم. آمل ألا يكون آكلو البشر بين ممثلي المعارضة السورية إلى المؤتمر المزمع عقده في جنيف حول سوريا. قنوات التلفزة عرضت منذ وقت قريب أعضاء في هذه المعارضة المسلحة وهم ينتزعون الأعضاء الداخلية لقتلاهم ويأكلونها. إن عدم وجود إدارة حسنة لدى المعارضة المسلحة في سوريا وعدم وجود برنامج موحد لديهم، إضافة لاستحالة تحديد قوام المشاركين من جانبهم، كلها قضايا تعرقل عقد المؤتمر الدولي حول سوريا.